السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. أرجو منكم الاشتراك في القناة لمزيد من القصص وحكايات واقعية. قبل بدء القصة والحكاية، اللي يدي الفيديو تاع نزل الصيادين وفيديو واضح، راني داير حقوق الطبع والنشر. المهم تلوموا نفسكم ونسيناليكم. المهم حكاية اليوم حكاية وفيديو موضح حول نزل صيادين. هذا هو الأوتيل في ولاية بلعباس تيلا، موضح باش تفهموا القصة مليح. يقول صاحب الحكاية اللي جات من الغرب، ويقول اليوم جيت نحكي لكم تاع الكابيتان تاع عين الدفلة اللي خان العسكر. يقول صاحب الحكاية من المنطقة اللي ساكن فيها أنا، من سيدي بلعباس ولاية تيلا، في الفندق الصيادين اللي خان صحابه غدرهم وتسبب في مقتل 37 عسكري الله يرحمهم. الفندق الصيادين كان في الثمانينات، تبنى قبل العشرية السوداء، كبير بزاف بزاف بزاف. وراني نهضر ونوصح ونصور باش تفهموا مليح. وانا كيما راكم تشوفوا في فيديو راهم يعاودوا فيه مدة كان مبلع من قبل. البعض على ما صحاب اللي قالوا اللي سكنوا في المنطقة كان يديروا في سهرات تاع سهرات الصحاب اللي بخير عليهم. بعد ما بدأت العشية السوداء، إرهاب صدموا فيه، صدموا الأوتيل وقتلوا الناس اللي ماتوا فيها وحرقوه، وبقى الأوتيل مهجور. وبعدها بقاو يجوا العسكر يجوا فيه ويقعدوا فيه. الحالة اللي في الحومة تاع 5 جوية حداه داريناه داتشي. مي كازينا بعيد عليهم، مي يقدرش يروحوا تلتم، يجوا يريحوا فيه ويروحوا. كانوا كل مرة يجوا مجموعة يريحوا فيها ويروحوا. هذيك المنطقة المعروفة بالإرهاب، مجموعة اللي كانت يقعدوا فيها كانت مجموعة كان يحكم فيها كابيتان من عين دفلة. الكابيتان اللي كانت الناس تحكي عليه كان سملاح وكان إنسان عادي واجتماعي، يضحك ويلعب مع العسكر. يعني كان إنسان عادي واجتماعي وصدوق. بصح قبل ما تصرى العملية تاع الفندق حوالي شهرين، الناس اللي كانوا خدامين معاه شافوه بلي يتبدل ومنعزل تماما على أصحابه الخاصة الضباط، ولا ما يجمعش معهم ويتعامل معهم غير في الإطار تاع الخدمة برك. هما ما دوهاش، قال ما كاش ما عنده مشكلة في الدار ولا مرض وما راش مليح. بصح كابيتان هذيك في هذيك الفترة كان يتلاقى مع واحد صاحبه في السور، يعني كان يقرا معاه، تلقى به في العين الدفلة. وصاحبه هذا كان في الجبل، كان مع الجماعات الإرهابية ما في المنطقة تاع تميسيلس عفوا. بقى يهضر على الإسلام والمسلمين والجهاد في سبيل الله، ويقنع فيه باللي راهم على حق، والضباط والعسكر على والجيش على الضلال. ومشيو هما يحكوا على الدولة وبلاد، واللي قلنا حنايا كمسلمين ديجا كي فوتوا علينا حنا ربحنا، وكي خيطوا ما بغاوش وعرفوا باللي رانا في الحق مع ربي. المهم غسل له دماغه وحتى قنعه. حتى هذاك الكابيتان واقتنع بالهضره تاع صاحبه وتفاهم معاه، وقرر باش يخرج من الجيش والتحق من الجماعات الإرهابية. صاحبه قال استنى ما تقلقش حتى نلاقيك مع الأمير تاعنا وهو يقولك شدير، هو يعطيك طريق باش تخرج بها من العسكر. وكما كان الحل وتلاقوا وتفاهموا على اليوم اللي تلاقوا فيه. وجا هذاك النهار وتلاقوا مع الأمير وتعرف عليه وفهمه وتفاهموا، وحكى له كابيتان الأمير على الخدمة اللي يديرها وين بلاصة والمعلومات وكل شيء والأسرار. وحكى له بلي هو مسؤول على الجماعات العسكرية اللي فيها أكثر من 37 عسكري، وراهم يقعدوا ويروحوا في الفندق الصيادين اللي جا في تلاغ. هنا الأمير قال كابيتان بلي راهم محتاجين السلاح ولازم نديروا خطة باش ندو سلاح من العسكر اللي راهم تما في الفندق. المهم داروا خطة وداروا على النهار ويزدموا عليه في الفندق،
ومام النهار هذا هدف تاعهم ليلة العيد الكبير في العيد الأضحى، وليلة هذيك قال لهم ريحوا. وهذا كابيتان قلع لهم لي باري تاع سلاح، والنصف يقولهم دارلهم الماكلة وخدرهم باش يرقدوا، والنص يقولهم لا، والنص يقولهم قبل ما يمد لهم السلاح تاعهم قلع لهم الليبرة والسهم اللي جاي اللي يطيروا بيه. المهم خدعهم، وهي حاجة الأساسية باش يطيروا بها. هي 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 جاية في السلاح صغيرة، جاية كي السهم. اللي يعرفوا السلاح يعرفوا هاد الصوالح. المهم عند 4 تاع الصباح حبست اللوطو صغيرة عند اللوتيل. خرجوا زوج تاع العسكر كانوا اساسين عند الباب اللي كانوا عند الدخلة تاع اللوتيل. قال لهم ممنوع باش تقاروا هنايا. انطق واحد وقال له روح عيط الكابيتان تاعكم، قال له جماعة تاع السيكوريتي راهم مسحقينك ومحتاجينك. سقساهم واحد عصيب قال لهم شكون هو الكابيتان اللي راكم تحوسوا عليه، وقال لهم كابيتان فلان. من قال لهم كابيتان فلان واسمه ولقبه انخلعوا وعرفوه باللي يعرفوه هو من السيكوريتي وراهم جايين ومسحقينهم. راح واحد عسكري باش يعيط الكابيتان، وبقاو واحد مع إرهابي برا عند الباب. نزلوا هما في اللوطو وبقاو يهضروا معاه، ومن بعد حكموه وذبحوه. فتحوا الباب ودخلت فوركو معمر بالإرهاب. نزلوا ودخلوا يجروا ولابدين معاهم غير الشواقير وخدامة في يديهم. ما كانوش مسلحين من دخلوا العسكر، شافوهم رفدوا السلاح باش يتيروا عليهم. واحد ما قاد يتيري، حكموهم الإرهاب قتلوهم. يقولوا كانوا مدخرين والنص يقولوا السلاح كان خاسر باش ما يقدوش يتيروا. الإرهاب كان مسلح بالخدامة ودخلوا عليهم كتفوهم كامل، ونص داروا لهم السلاح وداروا لهم في الفورقو، ونص يدبح فيهم بالواحد حتى قريب طلع عليهم النهار. قال لهم كابيتان لازم نروحوا كيما يجي العسكر ويديروا دوريه، وكانت كل صباح تجي دوريه. المهم ذبحوا 37 عسكري وبقاو 4 منهم من العسكر ما قدوش الوقت باش يذبحوهم. وقت النهار طلع وربي مطول في عمرهم، وخلوهم هكا مكتفين وبقاو حتى الصباح. ومن تما طلع معاهم الكابيتان الجبل. المهم في الصباح صحاب الحومه اللي ساكنين حدا اللوتيل 5 جويي كانوا كما قلت لكم قالت ليله الصباح تاع عيد الاضحى ما صلوش صلاه الفطر، صلاه العيد الاضحى، صالين ويبكوا حتى الامام قاعد يبكي ويدعي في ربي. ونصهم في الحومه ما عيدوش، غير ذبحوا داروا السنو بصح ما كلاوش. قال لك ولادنا هادوك وكان يعسونا وقتلوهم ومنا زعما رانا حازنين معاهم، نديرو غير السنه بصح ما ناكلوش. وكابيتان الناس اللي يعرفوه قال لهم بلي نزل من الجبل في الايام المصالحه الوطنيه، وراه عايش لاباس عليه، وراه عندهم محلات في عين الدفله. المهم طفرت غير في ولاد الشعب. نقولوا هذه هي حكايه نزل الصيادين والمجزرة 37 عسكري. أرجو منكم أن تشتركوا في القناة، واللي تعجبكم ديروا جام وبارتاجوها مع أصحابكم، وشكرا. وفي حكاية أخرى. السلام عليكم.